بسم الله الرحمن الرحيم. راح ادخل بالتحدي بمن ابدي حيرة. شوفوا هذا الدجاج. الفخذ الاول طار. الفخذ الثاني. الفخذ الثاني تبخر. وين راح يا ابطال؟ من شاف الفخذ الثاني؟ الصاص كلش حار. حرارة كلش عالية يا ابطال. وينهم عشاق البرياني؟ تعالوا يا ابطال امير بروز، شاركوني بهاي الوجبة الصعبة وخلونا نفوز على تحدي الانتقام. شوفوا هذا الفخذ مقلي بالدهن وعليه شطة الموت. الطعم خيالي يا ابطال، صراحة الطعم من اروع ما يكون. الكمية كلش كبيرة يا ابطال، والشطة تموت، ومتروس حشو طبعا. خلنا نشيلها هاي الجمجمة لا اروح اكلها بالغلط وتسوي لي سالفة. مثل ما جاي تشوفون كمية الحشو. طبعا انا الجلد ما اكله بالتحديات العادية او بدون تحديات، ابد ما اكل الجلد. بس اليوم لان تحدي ضد قناة تحدي الانتقام اكلته. لان هذا تحدي ضد قناة امير بروز. ومثل ما تشوفون خلصت 90% من هاي الصينية، وباقيت لي هاي الصينية الصغيرة. خلوني استمر. اعذروني اليوم ما حكيت هواي، لان بس اريد اخلص هذا التحدي. مثل ما شفتوا يا ابطال خلصت الصينية الاولى الكبيرة. الجزء الاكبر من التحدي انتهى، وبقت لي هاي الصينية الصغيرة. هي طبعا صغيرة بالنسبة لذيك صغيرة، بس هي هاي هم كبيرة مثل ما جاي تشوفون. كيلو وين بيها. صراحة التحدي صعب.
تحدي من اصعب ما يكون. الاكلات الشعبيه نسبه الدهون بها كلش عاليه، وجبه كلش ثقيله على المعده. طبعا هذا البرياني زوجتي سوته بطريقتها، دائما تخلي زيت زيتون هواي والنوب الشطه. زادت صعوبه هذا التحدي هذا الصاص، صاص الموت المرعب. لازم افوز بهذا التحدي لان هذا تحدي قنوات. ما باقي لي شيء يا ابطال امير بروز، راح افوز بهذا التحدي. باقي لي فخذ وشويه تمن. واخيرا مثل ما شفتوا يا ابطال امير بروز قدرت افوز بهذا التحدي. صراحه التحدي كان كلش صعب. على كل حال يا ابطال اشكركم على المشاهده.